Segi soal, tabar soal. غوب الصلاة حبسات داغستان أدا وني بوغو مولي شيخ محمد ورقصو فيلم صوتو ريسبوبليكا بس هي حرام بوغيدان أبو نبوغو يسلي الشيب كنا ولد جوابات لها عربي يزول جواب بارك الله. يقول الآن الشيخ المحترم الآن عندنا في داغستان يقومون بعرض الفيلم محمد صلى الله عليه وسلم. هناك بعضهم أنكره وبعضهم حرمه وبعضهم حلله، وخاصة جيراننا أهل الشيشان حرموه وأنكروه. وما رأيكم ورأي العرب في مشاهدة هذا الفيلم؟ يعني المسألة هي ليست رأي العرب ولا رأي غير العرب في المسألة هي تتعلق بالحلال والحرام، وعندنا أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أنا تفاجأت حين وصلت إلى داغستان بأن هذا الأمر مثار هذه الأيام بالإعلام وبين الناس، لأن هذه المسألة عندنا أثيرت منذ أكثر من عام في البلاد العربية حين ظهر هذا الفيلم. طبعا أكثر الذين حرموه، حتى أوضح بسرعة، أن الذي حرم هذا الفيلم هو لم يشاهد الفيلم، ولا أدري كيف يحرم الإنسان شيئا لم يراه، يعني ينطلق بتحريمه من السمع. والإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول بين الحق والباطل بين الحق والباطل أربع ماذا؟ 4 أصابع. كيف 4 أصابع؟ وأشار علي هكذا، أي بين الأذن والنظر، بين سمعت وبين نظر، 4. هذه هي. فالذي حرم للأسف لم يشاهد. هم العلماء السلفيون هم الذين منعوا وحرموا حقيقة. علماء أهل السنة والجماعة لم يصدر فتاوى منهم سريعة بهذا الأمر، تريثوا حتى شاهدوا الفيلم وحكموا عليه، وأغلب علماء أهل السنة المعتبرين حكموا بإجازته، لأنه لا يوجد به شيء مخالف للشريعة. أنا لا أريد أن أطيل بهذا الأمر لأنه مدار نقاش كبير اليوم، وخاصة للأسف بين داغستان وبين الشيشان. أنا لا أساند هنا ولا هناك، ولكن أساند الحق. أقول كما تقرر في العلوم الشرعية، أسأل كل علماء الذين يحرمون سؤال شرعي: هل الأصل في الأمور الإباحة أم الحرمة؟ الأصل في الشريعة في الأمور هي الإباحة، إلا ما ورد به نص بالتحريم. طيب أين هو النص الذي ورد بتحريم فيلم رسول الله؟ والنص لا يكون إلا من خلال كتاب الله، يعني المصادر المعتبرة التي يقوم بها أصوليو الفقه، يعتمدون عليها أصحاب أصول الفقه، يعني أصول الفتوى. طيب، لا بالقرآن مذكور حرمة هذا الأمر، ولا بالسنة النبوية الشريفة. طبعا احتاط المسلمون على هذا الأمر سابقا بأن لا يظهروا صورة حضرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني تحت ادعاء أنه لا يوجد رجل كامل كرسول الله كي يؤدي دوره. يعني لا يستطيع أحد أن نشبه مثلا الشيخ شهاب اليوم يمثل شخصية الرسول أو شخصية عمر بن الخطاب مثلا حتى، أو أبو بكر، فهو لم يصل إلى رتبة أبو بكر أو رتبة عمر أو رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن الناس وكأن شهاب أصبح النبي في صورتهم. طبعا هذا مفهوم خاطئ عند الناس هؤلاء، لأنه لا يقوم بفعله، يعني هذا الممثل لا يقوم بفعله هو،
بل هو يجسد تجسيد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتنطلق القصة بالفيلم، وأنا شاهدته من خلال فعل النبي ما ورد في السيرة. وأنا أطمئنكم بأن أكثر ما ورد في الفيلم يعني 99% هو من مصادر أهل السنة والجماعة، لأن الشيعة، نعم الشيعة في إيران هم الذين قاموا بالفيلم، ولكن هم لا يملكون مصادر تاريخية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأكبر مصادرهم هي عن كتب أهل السنة والجماعة. فلا مشكل طالما أن، وخاصة أنه لم يكن هناك خلاف سني، يعني لا الشيعة كانوا موجودين في هذه الفترة من حياة النبي ولا السنة كانوا موجودين. هذه المفاهيم والأسماء بدأت بعد وفاة النبي، يعني اختلف المسلمون على الولاية، على الخلافة، هل هي لعلي أم لأبي بكر؟ فالذين آمنوا بخلافة سيدنا أبو بكر هم أهل السنة والجماعة. الذين رفضوا ولم يرفض أحد أيام أبو بكر، يعني هم جاءوا بعد 100 عام بعد مقتل الإمام الحسين تقريبا بدأت إثارة هذه الأمور، فقبلها لم تكن موجودة. لذلك فالقصة هي قصة لا يوجد بها خلاف سني شيعي، هي قصة النبي، ولم يظهر صورة الوجه للنبي المصطفى، مع أن الجزء الأول يعني الفيلم الموجود الآن له بقية من أجزاء، جزئين، الجزء الثاني والجزء الثالث لم يصورا إلى الآن. الجزء الأول يتحدث عن حياة النبي من طفولته إلى عام 13 لما يصبح عام 13، وحتى وهو صغير لم يأتوا بممثل صغير يعني يظهرون وجهه، وضعوا نورا على وجه هذا الطفل حتى لا نتخيل. فمن الناحية الفقهية والشرعية لا ضير في ذلك، بل بالعكس أنا أقول لكم هذا أمر مطلوب. نحن يجب أن نشجع الفنانين، يجب أن نشجع الكتاب الشعراء على أن يكتبوا في محمد صلى الله عليه وسلم، أن نشجع المخرجين الممثلين، ولكن ضمن الشروط الجيدة، يعني لا أن نأتي بمال قليل ونقول نحن نريد أن نجسد حياة محمد بفيلم بسيط لا يوجد به تقنية، فبدل أن نظهر عظمة الإسلام وعظمة محمد نسيء إليه. فلنسأل هنا، هل أساء هذا الفيلم لمحمد كي نحرمه أم أظهره بصورة طيبة مباركة؟ لقد تم دفع إمكانيات هائلة لهذا الفيلم مالية لم يسبق لأي دولة إسلامية أن دفعتها في فيلم لتجسد محمد، وهذا يقدم صورة محمد اليوم نحن نحتاج إليها، والإرهابيون والداعشيون وكل التكفيريين يسيئون لحضرة رسول الله، فيظهرون أن الإسلام دين القتل ودين الذبح ودين التدمير ودين الزنا، نكاح، جهاد النكاح وغيره من المسميات التي لا أصل ولا وجود لها في الشريعة الإسلامية. لذلك اطمئنوا وشاهدوا هذا الفيلم، ولا حساب عليكم ولا ذنب عليكم. نحن نأخذ بظواهر الأمور، والظاهر عندنا الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم. ما شاء الله. الله يعينك أنت يا شيخ شهاب. هذا كيف الترجمة؟ لا ما شاء الله عندك قدرة كبيرة. أسألوكو نتشوى سبب كنا جديها هذا الشيء. جو هني داستان دوج المخص جو عجائب هنلا هي مسألة هي بكنودا خرب هي بقص بتهني جد هني عدم تطلب بحثنا جو عجائب هنلا مجدر غبايلا جو سهلة سيبه بأننا توني أهل السنة والجماعة تطلب حقيقة عن زبزو حقيقة علم ويفهم عن زبزا تقدها بشسكوني يلدي إمكانها بجلها سنجي حرام أبل سجي حرام أبي جلها وشتو بالله يجوتلك أبو بن أمون الله جنسا سؤال طلب بالله اللي عن زبزه هيب حرام هبورا عن زبن أول شيء سؤال طلب بالله جنسا جنسا هيب حرام هبيل السبيه جد هيب بيخربش هيب كنوز مش بظهرش كل جنسا هيب حرام هبولا بيخيسي بيخيجو بالله يسمى بالله يجو
هل جنسا جو كل زمسيت بسذات السويت السيوز علماء الشام إنس أولى بالله بناس البلاز بهلا جندي هبكي بيكان الله جندي كتاك بطلس بطلان الله من كذا هلا ثاني جواش أصله إباحة حلال بالله بطلعوا تصيب بكروا تصيب شو حلال بالله وب الله سكي أولا سكي حرام هبيج عن زمان هب حرام هو جعتسا أبي لخا حرام هبون أولاد توني دليل بشيء توني دود توني راعي توني حديث توني آيات بشيء له حرام وجن أورا شو هيك يجوبني سلافي يجو سلافي يقولها وهابي يجو علم ذات تقولني مطلق وهم حرام هويج إلا تبيش حتى تنقي هب حرام هو علم ذات علم ذات كل سعودية تنقي يجيب تسلقي وزوجي حرام هبي في العلاج ولا وزدا إيران سعودي شيء تقولي خلوق الناس هي بقول بوليتيكسكي سؤال وزدا غوب حرام هابولا ولا بلا يسلم بلا يجوا إنه بيخي جابوا حرام هابولا ولا وزدا غوب شيء تقولي إيران سعودي خلوق الناس وزد الحكومة تقولي خلوق الناس ينسى الله بالله تشين حرام هبي السبيل يخلق والله شو والله لا يخلق حقيقة الله هي بقتن لا إيران الله شيعيتس يقول ماجدي ترجي سوقي غوبي بلا شيتاو او اكثر دينا وشيتاو بلا سيجي نو شيتا سبق كل لبان هو حرام بنشلا بيتيلا خابي خرج شي شرابي هي اولا بس شو قدوشي نقصان لهم جم يجي اول قدوش لهم جم ديونوستو باتسنتو هيك نو اصلا بقول أكاد سانسير أكاد سانبوسر يقول يبكنه اللي أدري إني خلاف يقول عليه سازو أولا الرسول سورات هي زبيهون أو بيت أرب يقول هني بقول خلاف أما يبقى كنوا الله جانب فني إسلام عندك كل الجو باقون كلا كذا وجلا وبقول جو كلا نيشني أولا الرسول سورة غيش هتقول لقوم بقول الله هب كنوا بقول أولا أنت لميت وسم بزعان أورق السبوك أراب يتنفي أو أورق هاوي يسويش نقولين سحبوا سلب نقول لك ناس سوق نقول له من جاب هنجي بوجي يقول له أورق السوق صلى الله عليه وسلم أنتي بس ما زين سوق السلب نقول له أورق السوق عليه الصلاة والسلام أورق تدعم بس ما زين وش هو أراب كيمو أراب كي كينو وجدهم أراب تبدله زين خبر السلب نقول له أورق تكون خدوب أورق تكون خدوب فزعان أورق السوق أراب كابقين أبيعته تنجي هب كنوع دندي إنكار هؤلاء شيء هنا سوالله عقله شو بنشده نتسا تأتي هذه كلها أورق السوق أبيعته هذا ما زبيشني كان يشوف كلها تأخذ أولره أخذ قام بلغه تأخذ أولره تأخذ الحواره تأخذ المجاوره تنجي تأخذ قحله خاصك هم كذا زمان ده تأخذ شيء قناعة بقول الله كنا أقول إنترنت درسنا بالله ودنا كنوا على جانب يقول سبب ساعات على جانب ما لبان تسوي ليش نقول لك يقول ساعات على جانب خاصك بيه كلمة خاص شو أصابت أيام قلنا كين أورد عليه الصلاة والسلام خد أرو بيستغو خد أرو كين هو هورو كين هو عراو كيتساقو كيكراو شانجي جو ساليلا سالو جاهلو شيء شامل هلو كنا في القضام ما خفض سالي أنا لو استغفر الله عمرو يا أخي قلت تسأل له كل قلت أنا وقتنا الرسول وتسألي شيء حاجة يقول له أستاذ يبغى ساعات مباشرة ساعات هذا كنا وقلنا إنه مش دخل إنه كشيوبي يبيش دخل كشيو جوبي نقلي جنسا أبو ولا هدنا جو تجو حرام هذا كان في أسوق كلها حرام في الناس كلها ناس شوف أنا صديق حديث أسمي دليل هبي هجوبو حرام من الجوال الأزل هو الله جنسا أولا هدنا كنابي رقخ هدنا كنابي زغبله هد كنا زغبله فيك أولا توي خانش كنا زغبله زعان اللسان أولا عليه الصلاة والسلام قدوها دهم قدوها وزي حقيقة وصل له سلامي توجع عنده خلاف كارجو بالله شيء سبيهول لا أورق السوق رول الحظ شايف أحنا دي الساسات لا أورق السوق رول الحظ بقولنا تنقي عدم تكذب بالله بدون أورق بالله
چونکه وهدیم کو اولا که نقصان کی کل روشین چیز بهوله بالای لخای کنواشی اولا که نقصان فيش بوده یک اولا سودا فيش بوده ده بعدم از ده جنس أبلا خريستان از دسن أبلا أنت والله إلا وشوف والله أنا جاني خريستان وتشين سما دواجني خلونا وبا أولا قصول عبيان تيجين أولا قضيها بقوله أولا الحوار استقي ثايب بقوله راعي استقي راعي بقوله أو عليه سبب الدين أم بقوله تيجي سما شو علي أصحاب رضي الله عنه قال الحق والباطل بين أربعة بين الحق والباطل أربع وأشار حق أدقي باطل أدقي ليس رضي الله عنه وكرم الله وجهه بلا حق أدقي باطل أدقي أنقذوا بلا ودينجي أبون كرسم بالهاني أي أنقذ كريش شبه حق باطل عند رعب بلا بيشرب تيجي تين جو أبي اللي تبي تين بيشكي كلنا إنت أبو بلا نقتي غول إنكرها ولا عمزة بدي بلا يبينا بيشكربش تين توق والله زي الله تيجي كسر جندقي انت سنه تويتو قاعدين زدقي هيبكي الناس بهول الجوجي حرام جوجي بيحيج الى اذا عكس صلاه هيبكي الناس يعملها بايتاقي بروجه بيكان لا ينسى عنده بعباس هذه وزوا ما صادق انت خليك الشاتي او لا هل هيبكي الناس دقي هيبكي الناس والله وهيبكي الناس اللي السنه تويتو الناس والله يدينكو أصل التي نوها بس نوقنا تجيبوا لك كنا ويشوف أورك الصول يدينكو كنا بقول عمر أصحاب الصول خالد بن الوليد يقول أصحاب زوج كنا ولا هيك أسأل الله عن الخام داجي لخا هنجي جنت سأول ولا جنت سرور ولا سبونسر عمر أصحاب الصول عثمان أصحاب الصول علي أصحاب الصول أبو بكر أصحاب الصول أبو بكر أصحاب الصول كنا بلاخزي ودفن عدم أصدار شو على أبو بكر أصلا رضي الله عنه حسي حقيقة الله خوار شو تبغى تلاقي شيء من اللي يجي سافسار أبو بكر شو بقى شو ما نقدر باريسه شو أبو بكر صاحب لقبة شو عقي أبو بكر أصحاب الصول شو عقي شو أبو خميسة ثالث يجو جيج يسمع يقول ويخلى عمر أصحاب الصول ما أصحاب الشو تلقى عمر أصحاب خليفة وبين شيخ خايس أبو لقبة كي شيخ أبو لقبة كين يقول لقبة كين فانا لقبة كين واقول لقبة شنو قصة هذا يسمع يقول وش عمر أصحاب اللي يدينكو هو هذا كنا ركنني هذا كنا ركن خليش ركن باقي اللي تبي تين مصادر أي حقيقة أكاد الإنسان يبوسون أو خنتل هذا كله وبقول نيشني أكاد هيجي جو وتكت جو بقيني تيجي حقيقة أكاد أبوك جو وز سيناريو مها حبلو مها زمان شايله من كاره كله وده شو كل بقولش لا سما دي هيجي وجي سما دي واجبني إيمان تعرف سوق إيمان تكينه ثوار الشر ده بيحاسه يدين قلت ثوار الشر ده بيحاسه ثوار شيء شنو قلت له دي سبب يكون دي في زمان قلنا الأخبار هذي شان خاوو أول قصة سيلات ثوار له أول قصة حبسوا ثاليو يقول مرة حبسوا مناطق دي مرة حبسوا أخلاق أبيت أبيات بيتساوي له بيهل شنو بيجي هل تيجي نسأل ولا نصيحة الله ولا نريد هيك الناس بآيلة وإلا يحتاج تريد الناس بالله إلا يبقى هيك لكن كل زبون كده فيدل